هذا القفطان الجزائري، وهذا الزليج الجزائري، وهذا الكسكس الجزائري. السؤال المطروح لي زالجيريان بغيت غنسولكم وجه الله جاوبوني بكل صراحه وبكل احترام. واش عندكم غير جوج قنوات، غير الشروق والنهار، نهار المطر هما كيخويو فيكم الكذوب وكيبردعوكم يا الحمير؟ واش ما عندكم شي قناه عالميه تفرجوا فيها وتشوفوا شنو واقع في الدنيا وشنو طاري؟ عزيزي المغربي، القضيه هما فيها البارح تسجل القفطان المغربي والزلج والكسكس و10 علامات وحدين اخرين مغربيين 100% وما فيهمش النقاش. الكرغوليه عاد كتحلم باللي القفطان جزائري، الكعبه المكرمه جزائريه. شي نهار غيخرجوا لينا بشي عجبره ما نتوقعوش، راه كلشي توقعوا منه. فوالا الكرغوليه ما غاشي انا اللي غنجاوبك، غيجاوبك ولد بليدك، ولد بلادك خويا شوقي بن زهره. شي قصف ارض جو، هذا جزائري ماشي مغربي. كلمه حق ايها الجزائري السنديد. القفطان مغربي وسجل اليوم في اليونسكو على عكس ما أراد النظام الجزائري. اسمعوا أولا. Congratulations. Félicitations au Maroc. Merci infiniment, Monsieur le Président, très chers membres et amis du comité. وكما قال الشاعر في الأغنية الجزائرية: جاني مرباط جاني مرباط جاني مرباط يا خويا الهواوي. معناتها كل شيء، التاريخ، الواقع، الحقيقة. التلفزيون الجزائري في سنوات خلت، القنوات الخاصة الجزائرية، الكل يعرف تاريخيا أنه القفطان مغربي، ويعرف بأنه الجانب التراثي هذا يعني المغرب يتفوق فيه من قبل، يعني هذا ليس بالجديد. لكن النظام الجزائري الذي يعيش أزمات متعددة، الغارق في الكوارث، الغارق في الحماقات، الدبلوماسية الجزائرية في وضع كارثي، الجزائر لا تنتج، لا تقدم أي شيء. فخرجت لنا منذ أشهر، منذ سنوات الآن، قضية محاولة سرقة تراث الغير مع استهداف التراث المغربي، ومحاولة خلق واقع موازي أو عالم آخر لا ينطبق مع الواقع، لا ينطبق مع التاريخ. ووصلت الدرجة أنه من أجل هذا القفطان في الأيام الأخيرة وزارة الثقافة الجزائرية وضعت ختم على رسائل فيها عبارات سب وشتم أرسلت إلى اليونسكو. معناتها كوارث من كل جهة. النظام الجزائري أراد التغطية على حماقاته، على فشله منذ 1962 في هذه الدولة الجزائرية الفتية والحديثة، على أنه لم يستطع تقديم أي شيء للشعب الجزائري، فخلق رواية أنه المغرب يحاول سرقة تراثنا، وأنه لابد من أننا نحاول تسجيل الزليج والقفطان، وهي الأمور التي بكل صراحة بكل موضوعية لم نعرفها أبدا. يعني منذ القدم نعرف بأنه القفطان مغربي، أنه الزليج هذا مغربي، الزليج هذا لم نسمع به قبل 2022 وغيرها من الأمور. لكن بعيدا وهنيئا للأشقاء في المغرب تسجيلهم لما هو ملكهم في الأصل فقط اليوم هي خطوة جديدة بتسجيله باليونسكو لحمايته. وبطبيعة الحال هذا من حقهم تاريخيا، من حقهم في الواقع، لأنه حتى القفطان لما يكون موجود في الجزائر أو في دول أخرى يأتي من المغرب. فالصراع اللي كان في اليونسكو أيضا كان مرتبط بقضية كلمة أنه هذا القفطان مشترك. طب وهذه لم تمر لأنه ليس مشترك، بل تم قبول حتى من طرف الوفد المغربي كلمة منتشر، معناتها أن القفطان المغربي منتشر في دول أخرى بحكم أنه صار اليوم نجاح عالمي. فهنيئا مرة أخرى للأشقاء. عندكم ما تضيفوا لا سدوا هذه المحضره دولة كرغوليستان، كلشي ديالكم، حتى حاجه ما ديالكم، كلشي ديال المغرب. جامي د لابي توصلوا للمغرب. نزيدك واحد الفيديو الكرغوليه عاوتاني باش تزيدي تاكدي وتخضري عويناتك. المغرب يسجل ملكية 10 علامات للصناعات التقليدية، من بينها القفطان والزليج. 10 تسجيلات للعلامات هي المودعة من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. تم تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. ووفق بلاغ كتابة الدولة يتعلق الأمر بإيداع علامة قفطان مغربي، والتي تضم مجموعة من القفاطين التقليدية وعلامة زليج تطوان، بالإضافة إلى علامة الزليج ب3 لغات: العربية والفرنسية والأمازيغية.
فضلا عن 3 علامات تخص الزي التقليدي المغربي، وهي الخياطة والرفيعة المغربية باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية. كما تم تجديد إيداعين لعلامتين في طور انتهاء الصلاحية، هما علامة تزرزيت وتخص كل الحلية الفضية بجهة سوس ماسا، وعلامة إيدوكان أودرار وتخص البلغة التقليدية بجهة سوس ماسا. إنشاء هذه العلامات وإيداعها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سيساهم وفق البلاغ في الحفاظ على التراث اللامادي المغربي والترويج لها، كما سيساعد أيضا على إيداعها قريبا على المستوى الدولي. اتحداكم الكراغله تقولوا لي غير علامه وحده ديال الطرز اللي كاينه في القفطان المغربي اللي سميتها تزرزيت ابار العلامات الاخرين اش كتعني، غير هذه وبركه عليكم. انا متاكد ما غيجاوبني حتى واحد، لحقاش المغرب هو الاصل والباقي تقليد، شي حاجه ماشي ديالكم، ما تعلقوش فين تفلقوا يا الكراغيه يا اللقطاء. اما بالنسبه للفيديو اللي غيجيب لكم التمام وما غيخليكم تسدوا فوامكم وما تبقاوش تهضروا بزاف وتعاندوا مع سيادكم وتشوفوا حدا رجليكم، وهو هذا الفيديو ديال اليونسكو قطعي. تفرجوا شويه في قنوات عالميه الكراغله باش على الله يا ربي يهديكم وتفيقوا شويه باللي راكم في مؤخرات العالم. Chers membres du secrétariat, chers amis, il m'est particulièrement agréable de vous exprimer au nom du Royaume du Maroc et de ses communautés notre gratitude et notre profonde joie suite à l'inscription de l'élément caftan marocain, art, tradition et savoir-faire sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce vêtement traditionnel qui est un marqueur essentiel de l'identité culturelle marocaine incarne l'histoire d'un patrimoine vestimentaire ancestral de la nation marocaine, son ingéniosité, l'inspiration créative de leurs savoir-faire qui ont été préservés et transmis de génération en génération depuis des siècles. L'inscription du caftan marocain sur la liste représentative permet ainsi de rendre justice aux communautés marocaines autochtones représentant les différentes régions du Maroc qui ont بالدليل ما عندكم فين تزيدوا. chevillés au corps et au cœur, portés par une foi inébranlable en la préservation de leur précieux patrimoine, marqueur indélébile d'une identité séculaire forgée tout au long des 13 siècles d'existence de la monarchie marocaine et de la nation qu'elle a fait émerger. Cette inscription répond également à la voix de nos communautés des femmes artisanes marocaines et à leur magnifique résilience et à leur formidable engagement à préserver ce magnifique héritage et protéger leur savoir-faire ancestraux. Cette reconnaissance mondiale comporte aussi une responsabilité, celle de préserver l'authenticité du caftan, de valoriser les artisans qui le façonnent et surtout protéger son identité culturelle pour qu'il ne devienne jamais un produit dénaturé ou détaché de ses racines. Tant apprécié à travers le monde pour la splendeur de ses formes, sa grâce, la richesse de ses ornements, étoffes et couleurs, le caftan marocain a évolué dans le temps et voyagé à travers les dynasties marocaines avec beaucoup d'aisance et continue à être célébré pour sa beauté, son allure et son originalité. Avec ses différentes variantes, il constitue de nos jours une source de créativité inépuisable pour les designers marocains qui chaque année créent de véritables œuvres d'art mariant tradition et élégance. Chaque fil de soie, chaque perle, chaque touche de broderie reflète une part de nous-mêmes, de notre mémoire et de nos traditions. L'inscription du caftan sur la liste représentative constitue également une reconnaissance des efforts consentis par les communautés et la société civile marocaine pour la préservation de l'identité et la كنظن الكراغله نتوما ما عندكمش مع العربيه، لحقاش نتوما لستم بابناء العروبه، لحقاش نتوما ابناء فرنسا كتحماقوا على الفرنسيه، فاكيد غتفهموا هذه اللغه ديال الفرنسيه شنو تقال في هذا الفيديو هذا في اليونسكو. لحقاش نتوما بعيدين كل البعد على اللغه العربيه. الله المستعان، وديما مغرب وبزاف على امكم المغرب. الله الوطن الملك، ولا عزاء للحاقدين، ودامت الصحراء مغربيه، ولن نسامح في حبه رمل. قطع الله يدير الخير.